أهلا وسهلا بكم في مدارس المنصورة العراقية الأهلية تركيا يلوى. أعزائي متابعينا في قناتنا قناة طارق المقناص، أحييكم من تركيا ومن مدينة يلوى. اليوم مسرور جدا أن أجد في هذا المكان كادر عراقي وطلبة عراقيون. هي هاي فرحة كبيرة. تعالوا ويانا وراح نبدأ نقول السلام عليكم. أستاذ قاسم شلونك الحبيب؟ شلون صحتك؟ مرحبا ست، أحوالكم؟ الله يحفظكم. أنا مسرور جدا اليوم وأنتم استقبلتونا أحلى استقبال، فاحنا راح ندخل الى المدرسه ونشوف شنو اعمالكم وافعالكم. تسمحوا لنا طبعا. وهذا الشرف انه خاصه انه انتم قدمتوا الينا من العراق، من بلدنا الحبيب العزيز الذي فارقناه، ونحن هنا نمثل العراقيين بكل ما بمعنى الكلمه. واهلا وسهلا بكم. الله يحفظك يا ميت اهلا وسهلا بمدارس المنصورة العراقية الأهلية. نعم. حللتم اهلا ونزلتم سهلا في مدارسكم، ونشكركم على هذه الزيارة اللطيفة التي حسستنا ان احنا مو بعيدين عن وطننا العراق بفضل زياراتكم وبفضل توجيهات الباقين من وزارة التربية العراقية. فاهلا وسهلا. الله يحفظكم. ان شاء الله راح نكون عند حسن الظن وراح ندخل المدرسة ونشوف هذا الابداع. وانا فعلا اليوم فرحان اشوف وجوه عراقية كريمة، كبارها وصغارها. تعالوا ويانا ونكمل المشوار. حياكم الله وتستمر الرحلة. تفضلوا يلا. الكلمة بداية والكلمة نهاية، فبالكلمة نبلغ الأهداف ومن الكلمة تجنى الأقطاف. كلمة الإدارة يتفضل بها الأستاذ علي، متفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كلمتي بعنوان تحقيق الهدف. يجب أن يعلم الفرد أن بداية النجاح هو تحديد الهدف في الحياة، وتحقيق الهدف هو أن يضع الفرد الهدف أمام عينيه. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق لكل فرد عقل، فلا يوجد فرق بين الشخص العالم والأمي إلا بالعلم. فعلى الإنسان أن يرتقي بالعلم وكثرة الاطلاع والقراءة واحترام الوقت وعدم إضاعته في أشياء تافهة، والتحلي بالصفات الحميدة والمحافظة على الأخلاق، لأن ذلك من أسباب النجاح وتحقيق الأهداف. والعلم هو السبيل لهذا النجاح. وإن الأشخاص الناجحين هم الأشخاص الذين يتحركون ويتصرفون ويسيرون ويتحدثون وفقا لأهداف رسموها، والتي يعملون جاهدين على تحقيقها. وفي الختام يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أن كل إنسان في هذه الحياة يمضي ويسير، فهناك من يمضي لطريق واضح المعالم فهذا يفيد نفسه في هذه الدنيا والآخرة، وهناك من يتخبط يمينا ويسارا وليس لديه من أسهم الخير والرؤية المستقبلية الخيرة شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام علي عليه السلام: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ما قيمة الفرد إلا ما يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بطلب علم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. تتفضل الست تغريد بتكريم الطلبة المتفوقين في مادة الرياضيات. فإحنا راح نتواصل بهذا التكريم، لكن نتمنى الصف كله يطلع، يعني مو بس أشخاص معدودين، الصف يكون كله على نفس هالوزن من العلم والتقدم، حتى ترفعون راسكم وراس أهلكم وروسنا وياكم. مشكورين، وتصفيق للشطار. تكريم تصفيق السلطاني، تصفيق أعلى. في ختام هذا اليوم نتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة المدرسة وإلى الطلبة وإلى كادر التسويق، وألف ألف مبارك للشعب التركي ولنا بعيدهم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا كريمة ضيدان شواي، مديرة مدارس المنصور العراقية الأهلية تركيا يلوى. تأسست مدارس المنصور الأهلية العراقية في 2015-2016. تضم المدرسة الصفوف من الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. حصلت المدرسة على الموافقات التركية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. مدارس المنصور العراقية الأهلية بكثير من الصفات الجودة والمثابرة ومتابعة طلابها من الناحية العلمية والتربوية، وتتقبل من ضمن صفوفها الطلاب العرب والطلاب العراقيين. حازت مدارس المنصور خلال مسيرتها التدريسية على كثير من المراكز المرموقة في امتحانات الوزارية، سواء كان الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. السلام عليكم. الأستاذ عدي، السلام عليكم. ما شاء الله. استريحوا حبيبي، استريحوا عمو، استريحوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بحضرتك. احنا كمدارس، مدارس المنصور العراقية،
مهتمين بالمستوى العلمي أولا للطالب، بالإضافة إلى كوننا تابعين لوزارة التربية، أخلاق الطلبة احنا مسؤولين عنها، بالإضافة إلى الأسرة. موضوعنا العلمي، أنا كمدرس مادة الأحياء مهتم جدا بتقديم المادة العلمية وفق أسس حديثة نعتمد بدراستنا، بالإضافة إلى الكتاب المنهجي المقدم من قبل وزارة التربية العراقية على وسائل حديثة بتدريس الطلبة، من ضمنها النماذج اللي موجودة عندي على سبيل المثال الهيكل العظمي، غيرها من البوسترات الموجودة أمام حضرتك، مجسم لجسم الإنسان كامل بجميع الأعضاء اللي موجودة على مستوى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. نعتمد على وجود السبورة ككتابة للمعلومات، تدوين المعلومات، بالإضافة إلى جهاز الداتا شو لعرض بعض مقاطع الفيديو وغيرها من المختصرات للمادة. نريد نهيئهم للوصول إلى مرحلة السادس علمي، وهم يمتلكون رصيد كافي من المادة العلمية اللي تأهلهم إن شاء الله ينتقلون إلى المرحلة الجامعية. السلام عليكم، أنا الطالب أحمد علي. طبعا احنا مرينا بظروف صعبة بالعراق، على الرغم انه مرينا بهاي الظروف بس مدرسة المنصور هي من المدارس المتميزة ونستنا هاي الظروف اللي مرينا بيها. اخواني الطلبة حكوا مميزات المدرسة، بس عندي مميزة جدا ممتازة شفتها بالمدرسة، انه هي تعامل الاساتذة كأنه احنا ابنائهم، ولاحظت شغلة انه ماكو فوارق بين الطلبة، يعني احسهم كلهم اخوان وماكو تفرقة من المدرسين. تعتبر مدرسة المنصور من أحسن المدارس في يلوى، المدارس العراقية، ونشكر الكادر التدريسي وشكرا لكم. هاي الزيارة احدى راح تعتبر زيارة رسمية، نتمنى من عندك أن تكون زيارات مستقبلية أخوية. والله يا أستاذ أبو محمد تفضل ناس واجب عمارة. الله يسلمك. أولا أنا أقدم شكري لكم ولمساعيكم، لأن أنتم تحتوون أبناء العراق في الغربة، وهذا أكبر فضل علينا إحنا كعراقيين هناك، لأن هذول مستقبلهم مجهول، لكن الفضل لله ولكم. وأثني من خلال هذه الكاميرا وهذا البرنامج شكرا إلى كل من يعتني ويهتم بأبناء العراق، وجزاهم الله خير. على العموم أنا شاكر اليوم الضيافة والاستقبال، وإن شاء الله نتمنى لكم الخير والبركة. وأشكرك احنا وللمعلومات يا سيد، يا سيدنا الجليل، بالله الكريم. هاي المؤسسة احنا سويناها نرعى منها الخير والإيمان، لأنه مؤسسة تربوية الحمد لله، أساسها التربية وليس الربحية. ما شاء الله. وكل ما كان لله ينمو. من علمني حرفا ملكني عبدا. نعلم أبنائنا ونربيهم التربية العراقية، ولن ننسيهم حرفا واحدا من العراق. هذه رسالة. دائما خارطة العراق، شعب العراق، علم العراق، نشيد العراق دائما في أذهانهم. هذه الرسالة أتمنى أن تصل إلى كل عراقي شريف، أن يحذون حذو هؤلاء الناس اللي عافوا بلدهم وهاجروا. يقول لك مو لأجل المادة،
لكن لأجل مستقبل العراق والعراقيين. وهلا هلا بالعراق يا عراقيين. اي والله. على العموم إلى هنا تنتهي رحلتنا معاكم أعزائي متابعينا في قناتنا قناة طارق المقناص. واليوم أنا مسرور جدا، فريت تركيا صار 15 يوم، حقيقة لم يفرح قلبي بقدر ما فرحت بهذه المؤسسة العلمية. أتمنى لها التوفيق. وإلى الأستاذ أبو محمد والست أم محمد، الله يحفظكم وإن شاء الله يديمها عليكم، وحياكم الله وتستمر الرحلة. الله يبارك فيك. شكرا. تحياتي لك حبيبي أستاذ، تحياتي للست، عندك العافية إن شاء الله. شكرا جزيلا، الله يحفظكم.